هاي يا جماعة، شفت خبر من يومين بجد فرحني جدا ان شفت لأول مرة وكيلة النيابة داليا محمود بتمثل في مقام الادعاء في المحكمة. وفي نفس الوقت شفنا فوربس 100 في ستات كتير قوي مصرية وعربية. مش بس كده، في الامارات كمان 66% من الوظائف الحكومية بقى فيها ستات، و30% منهم في مناصب قيادية عليا، فهم من الناس اللي بتتخذ القرار. مش بس كده، كمان في السعودية في ستات كتير قوي ابتدت تكون بتاخد تمكين في ان هي تقدر تكون بتعمل امباكت كبير قوي، زي مثلا مان عبد الشكور صاحبة شركة بلوسم. هي دلوقتي الشركة دي بتسبورت اصلا الستات اليونج انتربرينورز اللي عايزين يكونوا بيعملوا شركاتهم. فالصين في العالم العربي كله بقى بيسبورت الستات بشكل كبير جدا ان هو يكون عندهم تمكين في مناصب قيادية عليا للحكومة او عامة في الشغل. ومن الحاجات اللي بتسبورت الكاز لتمكين المرأة هو القمة العالمية للحكومات اللي بتضم اكتر من 150 دولة و20 رئيس و10,000 شخص في الحكومات واتخاذ القرار، عشان يناقشوا مشكلة المرأة في تمكينها أكتر في إن هي تكون في مناصب عليا زي السايبر سيكيورتي، الميتافيرس، وسيليكون فالي، وكل الحاجات اللي بتامباكت الفيوتشر. وقولوا لي في الكومنت ايه ستات ممكن تكون محتاجة أكتر عشان تقدر تتمكن من مناصب أكتر عليا، تقدر تكون صاحبة اتخاذ قرار أكتر. وأنا مبسوطة قوي إن في حاجات كتير قوي بجد الفترة دي بتحصل للستات، وستي تيوند، هيكون في ايفنتس كتير قوي الوقت الجاي عن حاجات زي كده.